اهلا بيكم. وقبل ما نبدأ حابب اقول لك يا صديقي ان الفيلم ده جامد جدا. بيبدأ فيلمنا مع بطلنا وهو واقف قدام حانة اللي ولع فيها، ومن هنا بيبدأ يحكي لنا اللي حصل من الأول. بيعرفنا إن القرية بتاعته كلها حدودها متحوطة بالفحم، عشان كده الهواء في القرية ملوث، وأهم حاجة في القرية هي الحانة دي، واللي بيكون قدامها رجالة كتير مستنيينها تفتح. ومعروف إن الأغنياء بس اللي بتدخل جوه الحانة، أما الناس الفقراء فبتقعد بره. وده عمك كانكا وصاحب الحانة، والناس كلها بتحبه وبتحترمه عشان شوية الخمرة مش أكتر. المهم الأخبار بتيجي في التلفزيون عن حظر الخمرة في القرى. يا خرابك يا كانكا! وبسرعة البرق الحانة اتشمعت، ورجالة البلد كلها نزل عليها الغم والهم، وما كانش مبسوط وفرحان إلا الحريم. في الوقت ده بنشوف بطل فيلمنا وهو صغير، وبيكون اسمه دهاني، وده صاحبه الأنتيم سوري. المهم ابننا دهاني كان واد حبيب من صغره، وبيبص على الحتة بتاعته بيكون اسمها فالي، وكان بيحبها في السر. المهم ندخل في المفيد مع الاجتماع العاجل لأهل القرية بخصوص الحانة. وكان معانا عم كانكا اللي في اجتماع مع جوز من كبار أهل القرية، وكان معاه عياله، الأول اسمه راجانا والتاني شيفانا، وما كانوش بيطيقوا بعض. المهم العجوز كان هيموت ويشتري الحانة، وقال لكانكا إن اللي هيفوز في انتخابات كبير القرية الحانة هتكون من نصيبه. في الأول كانكا رفض، بس عشان عارف اللي فيها قرر يبيع للعجوز الحانة بدل ما ياخدها غصب عنه. وتاني يوم القفل بتاع الحانة بيتفتح، وحطوا يافطة باسم العجوز، والكل في القرية كان فرحان ومبسوط. ولما بيجي الليل بيكون في مهرجان، وبيروح دهاني لفاني اللي بتلاقي جرح في ايده بتعالجه بطريقتها، وهو كان ياول ده في عالم تاني، لدرجة انه كل يوم كان بيجرح نفسه عشان البنت تهتم بيه. وفي يوم كان في الدرس وقرر يكتب جواب يعترف بيه بحبه لفالي، وبيحطه في كتابها. ولما بيكون مع اصحابه الواد سوري بيقول لهم انه بيحب فالي، فدهاني بيجري بسرعة وبيقطع الكتاب اللي كان فيه جوابه، وده لانه بيحب صاحبه جدا واختاره عن حب. وفالي كانت نازلة في ضرب لحد ما بيجي لهم خبر ان العجوز مات. من بعدها العداوة بين شيفانا وراجانا اولاد العجوز بدأت على مين هيكون صاحب الحانة. بس في الاخر كبار البلد حكموا بان اللي هيفوز بالانتخابات بينهم هيكون هو صاحب الحانة. راجانا كان عنده نفوس قوية وغلبان ومفكر بانه هيفوز بسلطته، لكن شيفانا كان خبيث وشغل دماغه وبقى يوزع الخمر على اهل القرية بالمجان. وبكده شيفانا هو اللي هيفوز بالانتخابات، والحانة بتكون من نصيبه. هنا بيبان ابن شيفانا اللي قلعن من ابوه وهو بيشرب قدام الحانة، وبيكون اسمه بامي. بعد مرور كام سنة بيبان دهاني ابننا اللي كبر وبقى شاب طول بعرض، وبيجري ورا القطر بتاع الفحم، وكان مستنيه السوري صاحبه الانتيم. الاتنين بيسرقوا الفحم من على القطر وبيرموه لباقي اصحابهم في العربية، بس رجالة الشرطة بتسمعهم، ولما بيقربوا منهم ولاد القردة بيتعلقوا في جذع الشجرة وبيهربوا بكل سهولة. من هنا بتبان فالي اللي كبرت وبقت ميس قد الدنيا، والواد السوري كان واقف بيلاغيها من بعيد وهي بتدي الدرس للأطفال. ولما بيجي الليل بيبان ان دهاني سكران مداريان واتخذ الاسم، وده لانه ضرب الضابط لكنه مش فاكر اي حاجه بسبب الخمره وسنينها السوداء. بتلف بينا الكاميرا على شيفانا وهو بيتكلم مع ابنه وبيعرفه ان الانتخابات قربت، وانه لازم يعمل المستحيل عشان يفوزوا بيها، وبيأكد عليه ان كل واحد في القريه يكون لابس الخاتم، وده الرمز الخاص بيهم. فقال له خلصان يابا الحاج، عرفه انه هيعمل ماتش بكره والفايز فيها هيكون محاسب الحانه، وده منصب جامد عندهم، وبكده هيقرب الشعب منه. تاني يوم الكل بيبدأ في التحضيرات للماتش، والكل بيلبس الخاتم. بالليل بنشوف دهاني واصحابه وهما بيسكروا، فجأة فالي طبت عليهم، ومن كلامها بنعرف ان جاي لها عريس بكرة واهلها موافقين، بس سوري قال لها لو بتحبيني ارفضي وصممي على رأيك. الكلام مش بيعجب دهاني اللي اخد نفسه وراح لاهل فالي وهددهم انه هيرمي نفسه في البير لو ما وافقوش على جواز سوري من فالي. طبعا كانوا رافضين لان سوري في الاول وفي الاخر حرامي، ولكن دهاني ابننا قال لهم ان سوري هيكون المحاسب للحانة، وده وعد منه ليهم، وطبعا بيوافقوا على كلامه. الغريبة ان تاني يوم بامي بيبعت لدهاني وبيقول له اوعى تكسب فريقك بكره، وده لان دهاني جامد قوي في لعبة الكريكت، وبنعرف ان الباشا بامي عايز حد من رجالته يكون هو المحاسب، وبكده دهاني في احلى مشكلة لانه وعد سوري يكون المحاسب ويتجوز فالي. المهم بيجي يوم الماتش والكل كان متحمس بدهاني وواثقين انه هيفوز، ولكنه خيب املهم وكان بيعدي الضربات بمزاجه لان بامي يهدده انه لو فاز هيقتله. بياخد دهاني استراحة وبيفضل يشرب وزعلان ان سوري مش هيكون المحاسب، ده غير فالي اللي كانت متضايقة وبتزن جنب منه، لكنه قام وقال عليا وعلى اعدائي ولازم يفوز عشان صاحبه يتجوز فالي.
وبالفعل بيلعب وبيسجل وبيعوض كل اللي فاتهم، وفي الاخر فريقه هو اللي بيفوز. عمنا شيفاني كان عامل فيها رياض المنفلوطي باسنانه دي، اعلن فوز فريق سوري وان هو بقى المحاسب. ولما بيجي الليل دهاني بيكون لوحده، كان سكران مدريان، وجاله صاحبه نيمي اللي كان عارف ان دهاني بيحب فالي من صغره، وما كانش عاجبه عمايل دهاني لانه ضحى بحبه عشان صاحبه. كان باقي شويه ويقول له بطه بشلكه مرزوق. تاني يوم بيبان سوري وهو في الحانه، ما هو بقى المحاسب بقى، ولكن واحد من اللي في الحانه اتريق عليه واستهزأ باصحابه وده لانهم فقراء وممنوعين من دخول الحانه. الكلام ما عجبش سوري والخناقه دارت، ودهاني شاف سوري وهو بيتخانق، قام ولع سيجارته قال بطولي بس اشرف دايره. وبعدها بتشوف الحانه اللي اتجابت الارض، وبعمي لقى كل حاجه في حته. سوري ودهاني واللي معاه اتاخدوا الاسم وتم تعذيبهم وضربهم بغباوه، وكان صوت صريخهم مسمع اهاليهم بره. ولكن في عجوز منهم اخد نفسه وجري على بيت عمنا راجانا، لو تفتكروه اللي هو اخو شيفانا. الراجل كتر الف خير وما كدبش خبر، وراح الاسم واتكلم مع الضابط اللي عارف كويس ان راجانا ليه نفوذ كتير، وقال له ان شيفانا اخوك وابنه اللي امروا بتعذيب العيال دي ومش هينفع يخرجهم. وقتها راجانا قال له اوعى تخيب لا تتعامل زي الغريب، واعرف انت بتتكلم مع مين وافرج عنهم حالا. وفعلا ده اللي بيحصل، وعيالنا بتخرج وهم متكسحين والدنيا جايه عليهم. وعرفوا انهم غلطوا لما انتخبوا الكلب شيفانا وابنه، وان راجانا عنده رحمه عنهم، وعشان كده الكل طلب من راجانا انه يتقدم للانتخابات تاني. كان رافض في الاول بس قال لهم انا كل مره بخسر وما جاتش على المره دي، فانا توكل على الله. بيجي يوم الانتخابات وبيروح راجانا يمضي استماره الانتخاب وبيحط اسمه، وبيخرج دهاني وسوري معاه لبره وبيقلعوا الخاتم اللي هو رمز شيفانا وبيكونوا ركبوا حلق وده رمز راجانا. وفالي بتجيب ملف في اسامي ستات البلد كلها وبتقول له انه عمرهم ما انتخبوا اي حد وانه هيكسب وش لو الستات دعمته. وبيعمل راجانا اجتماع بيهم وبيوعدهم انه هيغير القريه وهيحاول يقفل الحانه اللي مضيعه شباب البلد. وبعد كام يوم بيفوز راجانا بالانتخابات وبيكون هو صاحب الحانه رسمي نظمي. بوستر الحانه بيبدل من رمز الخاتم للحلق، وراجانا قال لاهل القريه ان الكل يقدر يدخل الحانه ومفيش فرق بين غني وفقير. وشيفانا وقتها كان بيبص لابنه بصت منك لله يا اخي ضيعتني. وتاني يوم بيكون جواز سوري من فالي اللي كانت زي القمر، ودهاني بيبص عليها وتأثر جدا واخد نفسه وراح يعيط، لكن صاحبه شافه وقال له انت اللي عملت كده في نفسك لما اخترت صاحبك عن حبك. وقتها عمك سوري سمع كل حاجه وعرف ان دهاني بيحب فالي لكنه مش بينطق بكلمه. والفرح بيعدي وبيقفل دهاني الحوار، وبيتفاجئ ان سوري ورا منه عشان يعرف الحوار. ولكن فجاه بنشوف شويه بلطجيه هاجمين على دهاني واللي معاه، ومعاهم اسلحه فتاكه وبيقطعوا دراع واحد منهم. سوري واللي معاه كانوا في قمه صدمتهم ومش عارفين في ايه، والكل دور الجري علشان يهربوا من المجرمين دول. وسوري اخد بايد دهاني اللي كان مصدوم وشاف سلاح من بتوع المجرمين طرف الميه. هنا المجرمين كانوا بيصطادوا فيهم واحد ورا التاني، وكان كل في حاله من الخوف والتوتر. سوري ودهاني استخبوا عند الحيوانات وبعدها بيخرجوا، وقتها سوري هاجم المجرمين واحد ورا التاني. اما دهاني فكان في حاله صدمه ولا اي اندهاش. وشويه من اصحاب دهاني بيستخبوا في اكياس الرز، بس للاسف المجرمين بيعرفوا بيفضلوا يقتلوا فيهم وهم جوه الاكياس. اما كلبز اللي فيهم فكان عمال يجري وخلاص مش قادر لحد ما قطع النفس واغمى عليه. اما سوري فاخد العجله ودهاني كان وراه وقدروا انهم يهربوا من المجرمين. وقتها سوري قال لدهاني ما تقلقش يا صاحبي انا معاك، فدهاني حضنه وعيط. ولكن فجأة بيدخلوا في شبورة بيطلع منها سوري من غير راسه اللي طارد بسيف واحد مجهول. عمك دهاني قام لقى سوري من غير راسه، جاله حالة صرع وانهار واخد نفسه وراح قعد عند جنينة الحيوانات وما كانش حاسس بنفسه. تاني يوم اهل القرية بقت تنقل الجثث، والكل كانوا في قمة حزنهم على الشباب اللي اتقتلت. وفالي وقفت قدام جثة سوري منهارة وفي حالة صدمة وما كانتش فاهمة ايه اللي حصل. بيقوم دهاني يعمل الطقوس الخاصة بالجنازة، وفالي بتودع سوري وكان حالها يصعب على الكافر. بالليل بنشوف دهاني اللي كان قدام الحانة بيعيط زي العيل الصغير على صاحبه اللي مات وهو زعلان منه. وفي اليوم التاني اهالي البلد كلها بتتجمع حوالين الضابط وهو بيعرفهم انه ملاش اي اسلحة خاصة بالمجرمين اللي قتلوا الشباب. وبيحاول دهاني انه يثبت لهم ان فعلا كان في مجرمين، ولكن بعمي قال لهم ان دهاني اصلا لما بيشرب مش بيكون فاكر اي حاجة الصبح. ولزقوا بقى التهمة في دهاني بانه اكيد عمل مشكلة مع شباب تانية وعملوا خناقة ونتج عنها القتل والخراب اللي حصل، والكل بيقتنع بكلام بعمي.
فالي. وفي الاخر الحوار بيتفض ورجعنا قال للشباب ما تسيبوش دهاني لوحده لما يكون سكران. الكلام بيفضل يتشقلب في دماغ دهاني طول الليل، هل فعلا هو بينسى اللي بيحصل لما بيكون سكران؟ لكنه افتكر السلاح اللي طار من المجرم في الميه وجيري ينزل الميه، وفعلا لقى السلاح اللي كان مكتوب عليه اسم بعمي. اخد نفسه بميته بحاله كده وراح لبيت بعمي، وقال طول ما دهاني هنا الكل يربط الأحزمة، ودخل البيت ودربك اللي فيه وبقى يدور على بعمي زي المجنون لحد ما مرات بعمي قالت له انه مش موجود ومش في البلد اصلا. وقتها دهاني قعد على الصلاة وقال لها انا مستنيه اهو وموتوا على ايدي اول ما اشوفه. لكن المفاجأة لما مرات بعمي قالت له ما تشغل دماغك يا اسطى واعرف بعمي قتل اصحابك ليه، والصدمة لما قالت له انه قتلهم عشان فالي لانه بيحبها وعايزها ليه باي طريقة. هوبا انه قتل سوري وقطع راسه لانه اتجوزها. وبدأت ترجع بالذاكرة لورا لما جوزها كان بيراقب فالي من بعيد وكان بيراقب كل تفاصيلها وبيحبها لدرجة انه مرة حرق شجرة كاملة لانها كانت حاجبة فالي عنه ومش عارف يراقبها منه. لما كانت بتوحشه كان بيروح لها وهي نايمة وبيبص عليها وبتكمل مرات بعمي كلامها، وبيجي مشهد بعمي وهو بيقطع راس سوري بكل وحشية وبتقول له انه حط عينه قبل كده على بنت من القرية وقتل جوزها واخدها غصب لحد ما زهق منها ورماها. بيتصدم دهاني من اللي سمعه واخد نفسه ومشي. بس تاني يوم بعمي بيروح له وبيقول له انا عرفت اللي انت عملته امبارح وباللي مراتي قالته ليك، وسواء النهارده او بكره او بعد سنين فالي مش هتكون لراجل غيري، واللي يعرف يوقفني يفرجني. وبيمشي. في الوقت ده كانوا بيعملوا لفالي طقوس انها بقت ارمله وكده وبيخلعوا منها الاساور لحد ما بيوصل دهاني وبيشوف الحزن والحسره اللي فالي وصلت ليها. يسكت بقى ابدا، ده بيلبسها سلسله الجواز من تاني والكل بيكون مصدوم وفرحانين في نفس الوقت. بياخد دهاني فالي من ايديها وبيمشي، ما هي بقت مراته بقى. كل ده وعمك بامي كان مراقبه من بعيد، ولما مراته بتجيب له الشاي بيتعصب لدرجه انه بياخد الفرخه وبيفضل يهبط فيها لحد ما بتموت في ايده ابن الجحده. بعد كام يوم بنشوف دهاني اللي راح سوق الاسلحه وبدا بقى في خطته انه يجمعهم عشان دي ينتقم لموت صاحبه. واما الطلاب تبع فالي فبيروحوا لها البيت علشان ترجع تدرس لهم تاني، وهي بتوافق وبتروح معاهم المدرسه. لكن واحد ما عندوش دم رخم عليها وقال لها ان دهاني ما فيش فايده منه طول ما هو مش سكران. لكن الرد جاله في السريع ودهاني هجم عليه ونزل في ضرب بكل قوته وفرج عليه اللي يسوى واللي ما يسواش، وما كانش فيه اي حد قادر عليه. واخدوا لحد بيت شيفانا اللي كان لسه غسل سنانه وثبت السلاح على رقبه الواد ده وحذره انه يرخم على مراته تاني. بعد كده بيرجع لفالي اللي كانت بتعيط وبتقول له انت اتجوزتني ليه، وانه اصلا عمل كده وهي مش في وعيها. فقال لها انه زعل على زعلها خصوصا لما الاساور اتكسرت من عليها، واخد نفسه ومشي. وجت صاحبتها وبنعرف ان دي البنت اللي بامي حبها وقتل جوزها. وبتعرف فالي ان بعد موت جوزها بامي الكلب استغلها عشان الجوع والفقر اللي كانت فيه، وان دهاني لما اتجوزها فهو كده حماها من شر بامي اللي عينه كانت على كل ست في البلد، وانها بتعتبره صاحبها بتاع زمان مش جوزها خالص. بترجع فالي للبيت وبتفتكر في كلام صاحبتها وبتعرف ان عندها حق، وبتقوم تعالج جروح دهاني وتعاملت معاه على انه صاحب طفولتها. وفي يوم من الايام جدة دهاني بتكتشف الاسلحه اللي هو مخبيها وعملت قلق ليهم، وعرفها دهاني انه هينتقم لاصحابه اللي ماتوا غدر. لكن في النهايه كلام الجده اللي بيمشي، وبتاخد الاسلحه وبتدفنها في ارض الاحتفال بتاع بكره. بتلف بينا الكاميرا على شيفانا اللي رزع ابنه بالقلم وقال له يا ريتها بركت عليك قبل ما تولدك، وان بسبب قله ادبه وعينه الزايغه عمل قلبان في البلد كلها. بعد كده بتشوف دهاني وهو بيتكلم مع فالي اللي سالته لو حب قبل كده، فقال لها انه حب واحده لكنه ما اعترفش بحبه وانها اتجوزت غيره، وطبعا كان يقصدها هي. تاني يوم بامي البجح بياخد مراته وبيروح لفالي وبيقول لها على كل حاجه بانه هو اللي قتل سوري، وقال لها عن حب دهاني ليها من وهم صغيرين، وانه ضحى بحبه علشان سوري صاحبه، وانه اتجوزها عشان يحميها منه. وقتها فالي عرفت ان دهاني كان يقصدها هي بحب طفولته. وقتها بامي جاب لها فستان فرح وقال لها انه هيقتل دهاني وبعد 11 يوم بالظبط هيتجوزها. بتجري فالي على الاحتفال عشان تنقذ دهاني، بس المجرمين كانوا وصلوا ليه وهاجموا عليه ووقعوا على الارض. لكن فجأة المجرمين بيطيروا واحد ورا التاني، كان دهاني غزهم بالسلاح وخلص عليهم، وبيقوم زي الوحش الكاسر والسكينة في بقه والشر والانتقام في عيونه اللي بعمل الكلب. وبيحس بفالي اللي كانت بتدور عليه وبيمسكها من ايديها وبيقول لها اجيب عليها واطيها واجيب حق الراجو، وبيهجم على المجرمين بكل قوته وبيقتل فيهم بكل شراسة ومفيش حد كان قادر عليه. لكن بامي بعت شوية مجرمين تانيين وعددهم كان كتير، لكن ابننا دهاني كان قدها، قابلهم بكل قوة، نزل فيهم دربكة وتدبيح وكان زي الرشاش اللي ما بيفضاش، وبقى يطير المجرمين ويجيبهم الأرض ويرميهم في النار. وأصحاب دهاني بدأوا إنهم يساعدوه. من هنا رجعنا بينده على دهاني وبيقول له إيه اللي بيحصل بالظبط، فبيعرفوا دهاني إن بامي هو اللي قتل سوري وأصحابه.
وبعد شوية ضرب المجرمين الحلوين بيجيبوا أصحاب دهاني الأرض وبيحاصروه بأسلحتهم. من هنا دهاني بيفتكر كل ذكرياته مع سوريا ومع باقي الأصحاب. هوب شد القماشة اللي فيها الأسلحة، وده لأنه كان واقف عليهم أصلا، وبياخد بقى سلاحين في إيده ويديله يدي على آخر خالص. فرتك المجرمين هو وأصحابه كانوا بيضربوا بكل غل وانتقام، وما فيش حد كان قادر عليهم ولا قادر يقف في وشهم. لكن فجأة الشرطة بتوصل له وبتقبض عليه، وكان عمال يترجعه منه يقتل بعمي وبعدها يسلم نفسه، لكنه رفضه. بس دهاني بيقدر انه يهرب من ايديهم وبيطير في الجو زي الخفافيش وبيدخل على النار في وسط صدمة من بعمي. اللي هو بلقى دهاني نزل عليه بالسلاح ومطير راسه، وبكده جاب حق صاحبه. راح دهاني ودع فالي، سلم نفسه للشرطة، وبعد مرور 7 سنين الكل بيستنى دهاني عند المحطة، بيكون شكله اتغير وبيبص على فالي وبيعرف انها بتساعد صاحبتها في الولادة. وبتقابل واحدة من ستات القرية كانت بتشتغل في الشارع بعد ما جوزها مات بسبب شرب الخمرة الكتير اللي بوظ شباب البلد وضيع رجالتها. بيروح دهاني للحانة وبيحرقها وبيخلص القرية من شرها. وهنا فالي بتجري عليه وبتحضنه في مشهد مؤثر جدا. وهنا بيخلص فيلمنا. لو عجبك الفيلم ما تنساش تعمل لايك وتسيب كومنت جميل وتشترك في القناة. سلام.